لو تفتكر المرة اللي فاتت اتكلمنا عن المين والفاريشنز بتاعته. اتكلمنا شوية عن المين الويتد مين والتريمد مين، ودي كلها variations علشان أميجر السنترال تندنسي، أشوف التيبيكال فاليو للديتا بتاعتي. اتكلمنا عن السامبل وازاي ان هي مجموعة من الobservations، واتكلمنا عن البوبيوليشن اللي السامبل جاية منها. اخدنا هنت صغيرة عن الميجرز اوف فاريشن، فانا دلوقتي لو ببص على التيبيكال فاليو فانا برضو مهتم ان انا اشوف الفاريشنز اللي اراوند التيبيكال فاليو دي. وبصينا على الداتا، لو انا هاخد منها فيتشر واحد بس وهو ده اللي هفوكس عليه علشان اطلع الميجرز بتاعتي، فانا مثلا عندي فيتشر زي الهايت، ممكن ان انا اطلع منه حاجة زي التريمد مين بان انا اقص شوية من الاول واقص شوية من الاخر، وده هيساعدني في ان انا اكون روبست استيميت، لان هو مش بيبقى افكتد بالاوتلايرز. النهارده ان شاء الله هنخش على روبست استيميت تاني وهو الميديان. الميديان اما قايل لك بمنتهى البساطه انا هبص على الميدل بوينت، السنتر بوينت في الداتا بتاعتي، فانا هسورت الداتا بتاعتي ascendingly بشكل تصاعدي. الميدل بوينت بتجيبها بان انت مجرد بتكاونت، فانت لو حطيت في الاول 7 وتحت 7 فالميدل بوينت هتكون 174، وهو ده الميديان. ولكن اصبر، في حتة هنا مهمة، هو خد بالك ان الميديان عمل حاجة، ان الميديان بص على الميدل بوينت بس هو ما بصش على كل البوينتس. فدي على فكرة ويكنس في الميديان، ان هو مش بيكونسيدر كل الداتا بوينتس. انت تحس ان هو ممكن يكون كويس لان هو مش هيبقى افكتد بالاوتلايرز، لان الاوتلايرز فوق قوي او تحت قوي، فاليوز صغيره جدا او فاليوز كبيره قوي، بس هو في نفس الوقت مش بيكونسيدر كل الداتا بوينتس، هو بس شايف الميدل بوينت بس. طيب لو انا عدد الاوبزرفيشنز عندي ايفن، اللي هيحصل ان انا هاخد التو بوينتس اللي في النص وهاخد الافريج بتاعهم. فانا عندي هنا مثلا 173 174، فانا هاخدهم اجمعهم على بعض وهقسمهم على 2. المين من حلاوته ان هو بيكونسيدر كل الداتا بوينتس بكل الهايتس اللي جبناها دي، وبيسمرايز الكلام ده في وان فاليو، لان ده كان هدف من اهداف الاستاتستكس زي ما اتكلمنا المره اللي فاتت. هو ده اللي انا عايز اعمله، عايز ان انا اسمرايز كل الداتا بتاعتي في فاريبل 1 2 3 يبقوا بيفهموني الداتا عامله ازاي، ومجرد من ان انا اقرا الفاريبلز دي. هو دلوقتي دي الويكنس بتاعته، ولكن هو روباست ليه؟ مش بيتاثر بالاوتلايرز، مش بيتاثر بالاكستريم فاليوز اللي موجوده في الداتا. بنطلق عليه ال 50th percentile. ليه؟ لأن هو بيسيب 50% من الداتا بوينتس قبله، علشان كده بنسميه ال 50th percentile. بالمبدأ ان انت ممكن تطلع حاجة تانية، انت ممكن تطلع ال 25th percentile مثلا، يبقى انت بتسيب 25% من الداتا قبلك، وده اكشلي موجود وبنسميه ال first quartile. فانا دلوقتي لو عايز اجيب الفيرست كوارتايل هكونسيدر الميديان بتاعي اكنه هو اخر بوينت، واكني بروح جوه البوينتس اللي في الاول دي وبجيب الميديان، لان ال 25 نص ال 50. فكل اللي انا هعمله اللي انا اكني بجيب الميديان في الجزء الاولاني من الديتا اللي قبل ال 50، وكده ابقى جبت ال 25th percentile او الفيرست كوارتايل. حلو، انا بعمل ده ليه؟ كلها ميجرز بتسمرايز الديتا، وهقول لك دلوقتي ده هيمهد لايه. طيب اقدر اجيب ميجر كمان، اقدر اجيب الثيرد كوارتايل، فانا اقدر ان انا ابص بقى على الجزء اللي بعده، ماشي، اللي هو اكبر من الميديان، واروح اجيب الميديان ليه، فانا كده جبت الثيرد كوارتايل. دلوقتي اقدر ان انا اطلع ميجر تاني بنسميه الانتر كوارتايل رينج، وهو الرينج اللي ما بين الثيرد كوارتايل والفيرست كوارتايل. طريقة تانية علشان اسمرايز بيها الداتا، وهقول لك دلوقتي بستخدمها في ايه. فانا دلوقتي عندي الانتر كوارتايل رينج، انت طلعت الرقمين 181 167 بتطرحهم من بعض. دلوقتي اقدر ان انا استخدم الانتر كوارتايل رينج ده والفيرست والثيرد كوارتايل في ان انا اديتكت الاوتلايرز. زي ما قلت لك قبل كده، الاوتلايرز مش دايما معناها ان هي حاجه سيئه، ولكن هي حاجه بتحتاج انفستيجيشن اكتر، بتحتاج ان انت تفكر هل هي جت من ايرور في الميجر ولا هي actual data point worthy اللي انت تسيبها في الداتا عندك وتكونسيدر الاوتلاير ده. فانت دلوقتي تقدر اللي انت تاخد الكيو 1 وتقوم قايل والله بص انا هرجع قبل الكيو 1 بمقدار معين، واي حاجة اصغر من المقدار اللي انا هرجعه ده
هعتبرها اوتلاير، لان الفاليو ده هي بعيده قوي عن كل البوينتس اللي عندي، اصغر قوي من كل البوينتس اللي عندي. فعشان كده هكونسيدر حاجتين. هكونسيدر الفيرست كوارتايل اللي هو الجزء الصغير بقى من الديتا عندي اللي قبل الميديان 25th برسنتايل، وهطرح منه لان انا هرجع كمان 1.5 في الانتر كوارتايل رينج. طيب هتيجي تقول لي مثلا اشمعنى ال1.5 المضروبه في الانتر كوارتايل رينج دي؟ هقول لك ان هم اتفقوا عليها كستاندرد، لان هم شافوا ان حاجه هتكون اكبر من كده هتكون فاليو بعدت قوي، وفاليو اصغر من كده هتكون قريبه قوي من الفيرست كوارتايل. فانا ببص على حاجه زي الفاليو اللي هتطلع معايا دهيت اللي هي 146، فانا هاخد ال 146 دهيت كثريش هولد بالنسبه لي. فقام قايل والله بص شوف ال 146 دي فين، اي حاجه هتكون اصغر من ال 146 انا هعتبرها اوتلاير، واي حاجه اكبر هي كده في السيف سايد بالنسبه لي. طيب جميل. ومن الناحيه التانية هعمل نفس الكلام، لان انا دلوقتي بزيد عن الكيو 3، فببص على كيو 3 زائد 1.5 في الانتر كوارتايل رينج، ولو زادت عن ال 202 هعتبرها اوتلاير، ولو اصغر منه زي ما احنا ما شايفين الجزء الاخضر ده هو الجزء اللي هو النورمال داتا بوينتس، والجزء التاني ده يعتبر الاوتلايرز. فدي طريقه روبست ان انت تحسب السنترال تندنسي بان انت تجيب الميديان، ولكن في نفس الوقت تقدر ان انت تنفستيجيت في موضوع الاوتلايرز باستخدام فيرست كوارتايل، ثيرد كوارتايل، والانتر كوارتايل رينج. شكرا جدا انك كملت الحلقة للآخر. اشوفك الحلقة الجاية بإذن الله. سلام.